أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتنا. النهاردة جايب لكم معلومات جغرافية هتخلي دماغكم تلف ونلف وراها. يا رب تكونوا مستعدين للرحلة بتاعتنا. يلا بينا. تخيل لو أنا وأنت رحنا كندا، هتلاقي هناك بحيرة اسمها سبوتد. المية فيها بتكون على شكل دوائر ملونة مختلفة عشان نسبة المعادن العالية، وفي الصيف المية بتتبخر وبتفضل الدوائر دي كأنها لوحة فنية. انما لو رحنا المكسيك هنلاقي هناك نهر اسمه نهر الحمل. النهر ده بيختفي في فترات معينة من السنة وبيظهر تاني عشان بينزل تحت الارض ويرجع يطلع من جديد، كأن الارض بتبلعه وترجعه من تاني. منظر ساحر. لكن لو رحنا استراليا هتلاقي في جبل هناك اسمه جبل أولجا. الجبل ده بيتحرك بس ببطء شديد جدا. بيقول عنه انه بيتحرك حوالي 2.5 سنتيمتر في السنة. حركة بسيطة جدا لكن على مدار السنين بتكون ملحوظة، كأن الجبل بيعمل رحلة طويلة ببطء. حاجة تخليك تتأمل في عظمة الطبيعة وصبرها. في مدينة كاملة تحت المية في اليونان اسمها مدينة أولمبيا القديمة. المدينة دي غرقت تحت المية بسبب الزلازل اللي حصلت في العصور القديمة. مش كده وبس، في شلالات في نيوزيلندا اسمها شلالات ساذرلاند. الشلالات دي بتتحرك مع تغير الفصول. في الصيف بتكون أعلى بكتير عشان الجليد بيسيح وبيزود كمية المية اللي بتنزل منها. في المحيط الهادي في مكان اسمه نقطة نيمو. دي أبعد نقطة عن أي يابس في العالم. يعني لو كنت في المكان ده هتكون أقرب للبشر الموجودين في محطة الفضاء الدولية عن أي شخص على الأرض. في روسيا في فوهة عملاقة اسمها فوهة باتومسكي. الناس مش عارفة هي ايه بالظبط، لكن بيعتقدوا انها تكونت من نزول نيزك ضخم على المنطقة دي. في مكان في ايران اسمه صحراء لوط. دي واحدة من اكتر الاماكن حرارة على وجه الارض. درجات الحرارة فيها وصلت ل70 درجة مئوية. بحيرة بايكال في روسيا أعمق بحيرة في العالم. عمقها بيزيد عن 1600 متر وبتحتوي على 20% من مية البحيرات العذبة في العالم. في نهر في كولومبيا اسمه نهر كانيو كريستالز. النهر ده مشهور بألوانه الخمسة. المية فيه بتظهر بألوان مختلفة زي الأحمر والأزرق والأصفر والأخضر بسبب الطحالب اللي عايشة فيه. أهو دي كانت بعض المعلومات الجغرافية الغريبة اللي ممكن أول مرة تسمعوا عنها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوني في فيديوهات تانية ممتعة قريب. سلام.